بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. وقد درس 42 من دروس شرح الموطأ للإمام مالك رحمه الله. يتمثلني والدريون الباب باسم اسباب العمل في القراءة. الحديث رقم 173. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي. نهى عن لبس القسي كالقراءة نظم عن لبس القسي، وعن تختم الذهب، وعن قراءة القرآن في الركوع. ذي الحديث الإسناد لنا ثلاثة من التابعين، وهذه من اللطائف التي وجدناها في كتاب الموطأ. عن علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب رضي الله عنه من يموت؟ شو السنة يموت علي بن أبي طالب؟ اجتهدوا. الدينار الأسئلة يدني شرحها ديجا، يعني درسني عدان. شحال يعاش علي بن أبي طالب؟ مدة الحياة كم؟ شحال يعاش؟ سمحت يا ساقي يعني كلش، ولكن إذا قفك غدا ولا قد صار مقارنة صافي نخدم كناين ومن زمر. شحال يعاش النبي صلى الله عليه وسلم؟ 63. شحال يعاش أبو بكر الصديق؟ 63. شحال يعاش علي بن أبي طالب؟ 63. يموت في سنة 40 للهجرة. ليس مطلوبا باش بدا ما السين كلش، مي بقدر الإمكان حاولوا على الأقل ذكروا بعض التراجم، خاصة ما ذكرناه يعني في الإعادة إن شاء الله إفادة. علي بن أبي طالب إذن مات سنة 40 للهجرة، ذوك سكواس 40 للهجرة، ذي قوقور رمضان يعاش 63 سنة. أين يعاش النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين يعاش أبو بكر الصديق؟ نهى عن لبس القسي. ذا شو القسي يجي؟ ذا اللباس، ثياب. نغى على حسب ابن الأثير. ابن الأثير ماذا قال؟ قال ابن الأثير: المراد به كتان مخلوط بالحرير. ذا الكتان يخلط ذيك الحرير. النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن لبس القسي. القسي يجي يعني نسبة إلى القرية التي تصنعه. ثدر ثني ينتدر ثدر مصر، يوثن تدار ثذرين مصر ذين يخدمن القسي، يعني نوعي من اللباس. الكتسان صنعان ذينا ذي ثدر ثقي ذي مصر، ذغا صنعان شغل ما كان ماركة اللغة المعاصرة، شغل ستي مارك ذا مارك توسن كازيكي عقل التجار ذي السواق عقل اللبسة ما يصدق الشافي ما يدوسان اللبسة زر يدوسان ثقي، فعبر عنه هكذا العلماء شرح الحديثين اللي شهرة هذا اللباس معروف، يعني يتوسن سمذانا، يتوسن سمذانا. لذلك يوصف اللبسة سيس من تدرث الصنعا. النبي عليه الصلاة والسلام أي غير النهى، ماشي ينهى خطر النهي لا ينصرف إلى القرية المنتجة. ثدرثي دينتجن القرية الصانعة المنتجة، لا، إلى طبيعة الصناعة، لا ناتور، طبيعة الصناعة، خطر إلى ذيك الحرير. وطبعا لقي المقصود النهي ينصرف إلى الرجال ماشي إلى النساء، في لوين يجوز، ولكن يرجزن ورجوزالا أذلسن اللبساقين القسي. هكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وعن تختم الذهب.
أيضا كيف تحريم الذهب على الرجال هل ورد في القرآن؟ الجواب لا. هذا من الأحكام التي وردت في السنة ولم ترد في القرآن، يعني أحكام جديدة. من باب التذكير، ما هي أنواع الأحكام التي جاءت في السنة بارابور بالنسبة إلى القرآن؟ لان ثلاثة الأنواع. النوع الأول اسميس الأحكام المطابقة الموافقة. النوع الثاني اسميس الأحكام المبينة. النوع الثاني يجي غير ساعة ثلاثة. النوع الثاني ساعة ثلاثة: ألف باء جيم. ألف تخصيص العام، باء تفصيل المجمل، جيم تقييد المطلق. النوع والثلاثة اسميس الأحكام الجديدة. شبه ربي المسفهم. لو كنت ديري الأحكام المطابقة، أحكام مطابقة معناتها إلا الحكم ذي القرآن تساد السنة كونفيرميث. ربي يناد أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر: بني الإسلام على 5. ربي يناد ضعف الوالدين، السنة ثنيك ضعف الوالدين صافي كونفيرمي. التأكيد هو القرآن اللي يحتاج إلى تأكيد، ولكن المراد فقط المقصود في المعنى أنه أين إلى ذي القرآن يسد ذي السنة التي وفقا في طبقا. ربي يناد الربا حرام، ودين الآية في تحريم الربا، آية تحريم الربا: وأحل الله البيع وحرم الربا. أين جاءت هذه الآية؟ في سورة البقرة، الآية 275. والنبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث تترى تؤكد. إلى النوع والسين اسم الأحكام المبينة. شو معنى اسم المبينة؟ معنى السنة تفقلنا شويه ندير القرآن، أين ديوس ندير القرآن مجمل جلوبال، السنة هي تفصل. أشيني في كيد كان صيغة أوعية الزكاة، لم ترد في القرآن الكريم أوعية الزكاة. ودوسارك يعني كاين مثلا الذهب شحال، الفضة، المال يزكارن ولاش كذا. ربنا يزكيو أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ولكن جاءت السنة فبينت تفقند فصلت مجمل القرآن. فصلت مثلا الأحاديث اللي يهضرن في نصاب الفضة. نصاب الفضة كم في السنة؟ 200 درهم. 200 درهم ذي الحديث أكيد يسع ذي الحديث. من بعد ليكيفالون ينس 595 595. ماذا الذهب ماشي القرآن ديالنا، السنة. السنة ثناد شحال؟ 20 دينارا. العملة تاعي يستسد سي الفرس يستسد سي الروم باش نفهمين بين قوسين. لات الأمور وسامت تكشمنت الحياة كين سلمان تكشمنت عادي. ثقي الحضارات تبادل الحضارات شيء طبيعي جالسنت. ومامك النبي عليه الصلاة والسلام يتبنى الدينار والدرهم ويفذر ثميد كما سنصل إليه إن شاء الله في الموطأ في الحديث 580 والحديث 584 سيأتي البيان في المستقبل. ولكن ليكيفالون من 20 دينار شحال؟ 85 غرام صافي. ذيك السنة فصلت مجمل القرآن والأدلة كثيرة. أماكن ذا اسمي التخصيص التفصيل ثورة نهضر في التخصيص العام. التخصيص العام مثل ميراث النبي عليه الصلاة والسلام قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. هذا تخصيص
بحكم عام ربي مدينا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، كل بلا استثناء ياك وين يموتنا عندي جاث ورثنا الورثة وقيل المعنى. أما ذا القزة ما تمطوث. ولكن أستاذ الحديث قال الأنبياء خطير، الأنبياء الحديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا الصدقة. أي جاء النبي الذي يورث الصدقة الورث الفقراء والمساكين. إلا الثلاثة قلنا التقييد المطلق. التقييد المطلق المثال البارز ما ورد في سورة النساء الآية 12 مرتين وهو باب الوصية تستمع، ثم قيد بالسنة، تقييد السنة بالثلث، ولكن السنة القرآن يسد مطلق. لذلك ربما ساقي من المشاكل يزمات ظاهر في دليل من القرآن. هذا السؤال مرفوض تماما، أي غير من القرآن، أي غير يحتمل من القرآن. ما إلا الله يبارك ما ولاش ظهر السنة. النبي عليه الصلاة والسلام حينما أرسل معاذ إنيس بما تقضي بين الناس، إنيس بكتاب الله، ما إلا عرض عليه قضاء ثالث فتوانا سوى شرع يحكم إنيس وإن ولا ربي بكتاب الله إنيس. فإن لم تجد علماء الحديث هذا السؤال يحمل في ذاته معنى مع انتهى ممكن أدس قضايا ومستجدات ونوازل لم ترد في القرآن، لم ترد في القرآن ولكن ترد في السنة. إن فإن لم تجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يغادر السنة، فإن لم تجد سيجتهد رأيي ولا أنا. والقصة معروفة. ذكر ذاكي هثن إلى تكامل القرآن والسنة كلاهما وحي، والنبي عليه الصلاة والسلام كما قال القرآن ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صافي تستامون في سورة النساء مثلا أكثر من مرة، ولكن في الآية 12 مرتين، هذه الآية 12 كان وحدها. من بعد وصية يوصين بها أو دين، من بعد وصية توصون بها أو دين. الوصية وردت مطلقة التستامون كنت تفغيض، ولكن في السنة قيديت تخدم يس القيود. القيد مزوارو وهو أنه لا تصح يعني لا تجوز في الورثة إلا قد سفق، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. القيد والسين يقيديث بالثلث في حديث سعد بن أبي وقاص إن يس الثلث والثلث كثير ميقوضنا كان يهلك سعد يزور هذا النبي عليه الصلاة والسلام إذن يبغى يفكي كوين يكسب يفكي الفقراء الناس يقبل النبي عليه الصلاة والسلام الناس فشطره يعني النصف أين كوي يكسب لا مواتية تفكي غير قليلا. النبي عليه الصلاة والسلام الناس الثلث والثلث كثير الماكسيموم انتير تسايض 60 قطارا فك 20، ولكن 60 40 يجاثن الشرع الورثة لزيريتي ورثا ماذا 20 ثانيينيك ساعة صفاض دي الدوني ثاقيت فغاس في قضية الليلة للفقراء وصية تجيت، وطبعا والوصية تنفذ بعد الوفاة. وإذا ذاقي هذا قيد ورد في السنة أيضا، ورد في السنة تمييزا عن الهبة. الدوناسيون سكر حياتك وراح النوتير اخذ دوناسيون يا ناس ياوي ما الطومبيل سياوي ما خامات ياوي ما ساعه ياوي مي الوصيه نو بيان اذا قل ما يموت فافيس خاطر ما يوني جد 9 مليار يجا يتوالس دي 200 مليون صافي فينالمون اذا قال ماشي مليار ساعه بارك الله فيك عليك النور وين خاطر ديجا الزكاة ذي الدين ولا ذي نساث ذا شو سمانس الفقهاء سمانس ديون الله وديون العباد. وإذا ذاك لو غفل النظام ديون العباد هذا سنا ذوي الحق نسان الزكاة ماشي كل غشي ساكن سلاسل الحاج شحال يموت المولى نسن وتسنى دينارك في العشور ما يجي يسند 10 مليارا أضغرثن وتربح.
مثني راسن زيز ديث الخير بابا ثوان وثني عشرة إلا ذا موضين إلا مشغول سي سبيط الروايض كذا أكيني كنا نورث نسيض براق الروس هنا وخلاص صافي ضدت الور الآية الزوار دي الوصية باش اسنف كازال ماذا الدين. لذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه إنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يزوار يزاز دي تريكا يكس لي ديت ديون الله وديون العباد. من بعد أين ديقور نفقة التجهيز يعني أين حوج المرحوم مني. من بعد أين ديقوران لو ناتني ديقوران سينا يطبق وصية تيستامون ما يوجد 600 مليون تيستامون انتير ماكسيموم صافي الى 200 مليون ريفغن 600 400 رحنا الورثه عفوا ما الا يموت ومثلا يموت الموصى له قبل وفاه الموصي. السؤال ذاك السنه اجابت ذا ما الا ينجى الوصيه الجنين اكيني اللوفان اللي تعبط تمطوثيهن اسجل تيستامون اللوفان وعادي لول ذا السنه غديف كان جواب ماشي ذا القران ما الا ماشي يوني قلنا نتعبطي سلانسين السنه تجاوبت تلك تساوي بالتساوي اما الا يون ذا قشيش يون تقشيش تساوي بالتساوي ماشي ذا الميراث 200 مليون نغ 200 هكتار نص اتصل التفاصيل قلان اما الا يون يبغى يفك تيستامون يون ذا مسيحي ذا يهودي يجوز ماشي مثلا كل يثمرت نساعثن تفضيون يميقري يساعث مطوث ذيهن الراويس نص شحال فات ودي ساكين الراوي ذو النص ذبعني النص ذبعني ماتسن ذي الدينه النص ني ذبعن باباتسن هذا وين الميراث نورمال ورثن ايوا الراوي سوياض ماشي ذي نسلمن ذي مسيحيين ورثنا راه ذا شو تابورث يسدي في الشرع في كاس تيستامون في كاس دوناسيون هبه تلقاو قصد غادي ناخذ مساكي كامل. اولا اشرت الى هذه الايه في سوره النساء الايه 12. ثانيا باش نفوت رساله اخرى باللي ان السنه وردت فيها احكام جديده كما سياتي البيان. المهم بلا ما طول في الاول تلقى تقييد المطلق معناتها الثلث هذا السلامه الحديث الى حديث اخر النبي عليه الصلاه والسلام إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة في أعمالكم فضعوه حيث شئتم. الحديث الرواية حيث شئتم أنت تبغيض صاب ديري جوزات في كذا وراويك ما يونس قراويك ولكن حنين نفلاش ولكن كي تداوي سورتو سنين قرا سنين كي قلان تتصل الورثة الزيني مولا نسن أقرني نقارو أثيوي تشي سوال بنان تفاح تشينا أشو تبغيض بابا أشو تبغيض أبارتي وار نوتير أتشك أسيفك حكاش حاجة من بعد الزرمة شو يقدرون أبري مجموثة تسكر القيرة وخاملة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إند ذي الحديث وايض فلا وصية لوارث يفكد القيد وايض إمما إلا يوني جاسد يسعى 600 مليون نتسيف كيسيون 300 مليون صاب دير النص أمشي نخدم 200 تطبق 100 أسنيني ونستنصص نرجو هذا مشاورا للورثة ما قفلنس كونفيرمي قاس إجازة يقول لك الزائد عن الثلث موقوف على إجازة الورثة موقوف يتعلق لما تنتقل الورثة ما كونفيرمين زيادني 100 مليون الله يبارك من ندلا لا إما إلا شوية قبلن شو ترقبين لنا لنا 4 الورثة سين قبلن سين رقبين لنا أنطبق زيادني ذو جمهور نسن وقاذي قبلن وقاذي قبل لنا نطبقها في غديني هذه هي السنة تبين سلامس فصلي كانت زرمك النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمني أصلي وسيدي في جنن السنة غدي في جنن أي تصلي ثم كان صلي. ماذا الأخير اللي هو نادي الأحكام الجديدة أحكام جديدة مع ذي جديدا
لانت مسائل دي جدا. احكام الميراث ما تفضل الاحكام التفصيليه في القران اكل العلماء ياكو في كتابين الدونيث اكينين مثل ايات المواريث باللي وسنت اون ديتاي مي لا الا وين يسال هذه القران يسال هذه السنه نصيب الجده ويسال هذه السنه هذه القران. الوالدين يساند ولابويه الوالدين لكل واحد منهما السدس مما ترك الى اخره. ولكن جيده ولاش النصيبين سند ديوسا. لانت الاحكام الجديده منها من الاحكام الجديده الوارده في السنه ما ورد في حديث الامام مالك حديث الموطأ رقم 173 وعند النبي عليه الصلاه والسلام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي. الناد القسي كما قال ابن الاثير هو كتان منتوج في قرية بمصر، وهذا الكتان وهذا الثوب هذا القماش مخلوط بالحرير. الكتان يخلط الحرير يمنعيث النبي عليه الصلاة والسلام في رقازنا الأمة في رقاز ما شاف ثلاوين وعن تختم الذهب. من يتخذ الذهب خاتمة سلاوين أرجاز ورجوزال دي خمسة قاسم مثل الذهب ثقي حكم جديد لم يرد في القرآن ولكن ورد في السنة. وبعدين وعن قراءة القرآن في الركوع حكم ذلك هو الكراهة. ثم ما نركع مدي حضر نركع هل أدنغر القرآن ديال الركوع لانه قال يستقصي لك كاين الشيخ يطول ملي غد سبحان ربي العظيم 3 مرات من بعد شرا خدمه ادغر غايه الكرسي واقي حكمه حكم الكراهه مكروه. وثلاث روايات النظام يديرنا الميم السجود ماشي كان ذا الركوع ميم ذي السجود. مثلا مثل الخبر الذي أورده الإمام مسلم عن ابن عباس مرفوعا وش قال ألا وإني قد نهيت عن القراءة في الركوع والسجود ممنوع فأما الركوع فعظم فيه الرب يعني قل سبحان ربي العظيم. ذي الركوع نعظم رب سبحانه عز وجل. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء يعني بعد قولك 3 أو أكثر سبحان ربي الأعلى مد نضك ذينا أتغرض الدعاء في السجود. هناك بعض الأحكام يعني خاصة بالسجود منها هي كثيرة منها حكم قراءة آيات الدعاء في السجود. الجواب جائز. الآيات نتاع الدعاء آيات الدعاء مثلا الدعاء اللي عند القرآن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إلى آخره. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين إلى آخر الأدعية. معناه يجوز قراءة القرآن دعاء يعني آيات الدعاء بصيغة الدعاء الآيات اللي في الدعاء يعني وتقدر مثلا ضمض سورة الكهف تغرض ذينا نغرض سورة هذا حكمه حكم الكراهة مش الحرمة حكمه حكم الكراهة. واما في وكذلك لو قال سقساني كاين الدعاء استعرض السنغال استقبالي هل يجوز الدعاء استقبالي؟ يجوز الدعاء استقبالي نورمال عادي يديك السرح يرسيك. حديث 174 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي حازم التمار عن البياضي. البياضي قصدهم اسم صحابي اسم فروة هو من البدريين
من البدريين الذين شهدوا بدرا، يعني غزوة بدر الكبرى، وشاهدوا المشاهد في كوتس غير ما كذي كتب الحديث أن شروح الحديث، وشاهد المشاهد معناه يحضر أكد الغزوات يخدم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك خرج على الناس وهم يصلون. هذا الحديث هذا الصحابي النبي عليه الصلاة والسلام يفرد إلى الناس وهم يصلون. طبعا كان ذلك في رمضان كما قال الإمام الزرقاني في شرحه الموطأ. وقد علت أصواتهم بالقراءة، يفسد قارن القرآن الصوت. فقال أشو سنين النبي صلى الله عليه وسلم: إن المصلي يناجي ربه، أي الصحفاظ الصحابة سنقار وين يتظلنا مظلو يناجي ربه، يناجيه يعني يدعوه مع حضور قلبه وبخشوع وأثنى ربي سبحانه، يناجي ربه. الناس فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. يعني وإذا قال نرفض الأصوات غنجيني وياض نعم ديونواس. كتاب الموطأ هو كتاب فقه وأدب، أن تعلم الفقه وأن تعلم تصرف كاع الحذاقة الأدب. ثم ما إلا سمحتي يجي ولا يتظل بالصوت مرتفع، لكن كيخدم طوال القيامة صيغة الليل الجهر ماشي نافلة النهار. نافلة النهار سرا وإن صلاها جهرا يجوز، ولكن نافلة الليل جهرا وإن صلاها سرا يجوز. ممكن تكون نخدم ذاك الدرس اللي يسوي قاعد يخدم النافلة هذه يتظل الصوت عليه عادي، صدق ذاك من بعد نعبد ربي ولا ولكن بعد صلاة المسلمين ولا يجهر بعضكم على بعض، أي غير باش كل يوم أذي يركز أذي كونسونطري فين يقار يتظل خليه لا تشوشوا عليه، لا تشوشوا عليه فيفقد الخشوع، والخشوع روح الصلاة. ما يلي كونسونطري ظليت الصديق قال القرآن يشوش في الله. وسجاي بالمناسبة جماعة خيرنا نفتح قوس السادة الأئمة بعضهم يعاني الإمام يدرس وواحد يقرأ القرآن قدامه. تلاحظتم هذه الملاحظة؟ لا أنتم تقدروا تقولوا له ولا واحد آخر، أنت يريح واحد قدامك. شكون عنده كوراج يقول له يا أخي ما تقراش القرآن؟ الشيخ عمر الله يرحمه وين سيدي يحكي سيدي نسى ولا وين مثضرة. الشيخ عمر يخدم دروس الور يوني قيمة ذيك قال القرآن الصوت باش يركز يقرا الصوت. الشيخ عمر يسوجيني يروح الغرس مباشرة يفضل ماذا قرر يظلم الشيخ عمر كلكم يعرفوه. إنا كاسميت ولا غير بدد في السقروي والناس ناس سمحية الشيخ عمر في ناس دايم إنا شو حق ديري تسين نظام يعني بلا ما نقدر شريخ بالشيخ عمر، ولكن اسمي سينا سمحية ذواتي في غير العقل ناس دايم ناس سمحية في اختي كيف مثلا نعطي ملاحظة يخيذ الأدب ونزمر نتقار غير بالصفة خاطر كوسين ضيون سمح سي الدرس وقال القرآن إزمر كينغ إزمر كين الدرس ديال البدعة تصور المشاكل تيم قرانين بصافي ما الزمرض قال لي نقول لك ما الزمرض. نعم ولا يجهر بعضكم على بعض معنى يونا يقار ذاكي وهذا يقار ذاكي وهذا يقار ذاكي يونا ذي الظلم نشوشو عليه وكي زعما مسبس وكيل ولا هذا الباب الذين يقولون بعدم جواز الذكر في ايام العيد. اذا كان تذكر كل واحد يذكر وحده اسكو ما نقدرش نستدلوا بهذا؟ لا، اولا هذا الحديث كانوا في رمضان كان ذلك كانوا يصلون كل واحد يصلي وحده يخي صلاه النافله التراويح كل واحد يصلي وحده في البدايه ما كانش كما راه نصليو درك هكذا وراء امام واحد. من الذي جمع الناس على ذلك؟ هذه عمر ثابت يعني بشكل يشبه التواتر هو هذا.
لذلك واحد يصلي هنا واحد يصلي هنا، وهذا يشوش على الآخر. وبعدين خطر في مقدمة الحديث إن المصلي يناجي ربه، والمناجاة من معانيها حضور القلب، من معانيها فهم المراد. خطر ما تناجي ربك أتهضر ذاك ربي القرآن الكريم، تبغيض أتصل أشو تقارض باش تخشعض. لذلك ما إلا يون يتعقض تعقض صافي ويشوي شافا ولا يجهر بعضكم على بعض. لا رواية تداوي بعضا منها الآن. وفي رواية طبعا ذاك شرح الحديث إنك درءا لأذى الناس، درءا للأذى باش ما تأذيش الناس. وفي رواية أخرى لأبي سعيد الخدري ثقي ما رواهاش الموطأ، ثقي يروى سيد الإمام أبو داود في سننه، يروى سيد أبو داود في سننه عن إنك اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة، هو معتكف في رمضان. ولثني ذا الصحابة لقرن ظلا قارن القرآن بصوت عالي. من بعد إنك خرج إليهم وقال ألا إن كلكم يناجي ربه. أما كاين هذه ذوي يوث الحاجة اسمه ليغويزم، ماشي ينتسكن خاطر كل يولي في غيمانيس. ماذا بك يقرأ بالصوت كاين باش تكونسونطري غير الصوت العالي. ماذا تجنيض وياض. ألا إن كلكم معناه ولاش وك ساعة القراد زيادة. لكن مثلا أقرأ كون ديال فاسنا ربي الظلام ثوام ربي فلا يؤذين بعضكم بعضا. ذاكي حديث ذاكي أبي داود صريح معناتها الأذى بالقرآن. ذاكي عجيب يا جماعة الخير. إذا النبي عليه الصلاة والسلام يسأل إن كلكم يناجي ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا. يكمل ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة. معناه بوضوح. ذاك شو دينا ابن عبد البر ربي يرحمه شو دينا وإذا نهى يعني الله النبي صلى الله عليه وسلم وإذا نهى المسلم عن أذى المسلم في عمل البر وتلاوة القرآن. يعني نفي نهاية وتضر يالا غماش ولو كانش القرآن وتضر يالا. قال للجيران أتخدم بوست كاسيت القرآن دقيل في الوحدة الصباح ما نتقن الجيران سنضا شكن وانا كي كون يدين سلم أنا شكن ذي القرآن ماشي ولا مش المزايدات ولا مش يعني معناه يون ممكن يؤذي ويعرض كلام الله للإهانة. صاف دير العبد اللي خدمنا كيصاوب باش وين بالك الدينيه المساله فهم مش المساله الى قل الحذر. اش دينا ابن عبد البر واذا نهى المسلمه يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلمه تقديره هو هذا عن اذى المسلم في عمل البر وتلاوه القران فايذاؤه في غير ذلك اشد منعا. يعني في غير ذلك عمل البر وتلاوه القران فان النهي يكون أشد. والسلام عليكم ورحمة الله.